السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنجح خطة نجح بها نظام الأسد وحلفاؤه وطبقها على الثورة السورية هي خطة الباصات الخضر، خطة ترحيل كل من عارضه إلى الشمال السوري وعاصمته إدلب، وعين في إدلب واليهم أبو محمد الجولاني التابع لمخابرات الأسد. عينه من أجل أن يطبق منهاجا محددا بحيث تصدر الثورة السورية على أنها سواد بظلام وأنها فحم وأنها جمر. ففي المرحلة الجهادية الكاذبة، طبعا لا يوجد جهاد عند الجولاني ولا عند أتباع الجولاني، هي مسرحيات النظام يزج أمامهم لحوم البشر من السجناء ومن أصحاب التسويات ومن المجندين الصغار الذين لا يعرفون شيئا عن المسرح السياسي، يزجهم أمام عصابة الجولاني ليظهر الجولاني وجماعته أنهم مجاهدون بحق، ويظهر نظام الأسد أنه يحارب الإرهاب، يعني مكسب على الطرفين. إذن ففي حالة الحرب صدر ثورتنا على أنها سكاكين وأنها ذبح وأنها قتل للأحياء وما إلى ذلك، كل ذلك للتغطية على نفس المنهج، منهج إيران طبعا، حتى لا يرى العالم أنه فقط الحشد الشيعي هو الذي يفعل هذه الأمور. كان لابد من صناعة حشد شيعي لكن داخل الثورة السورية، وينفذه للأسف الشديد بعض أبناء سوريا. لكن في حالة السلم أيضا أصرت مخابرات الأسد وداعموه، أصروا أن يقدموا وأن يسوقوا سوريا على أنها فحمة وسواد. حتى في حالة السلم، هذا السلم المفروض، هذا السلم الذي اختاره الجولاني واختاره الأسد للجولاني، فلا يوجد حروب عند الجولاني أبدا. يعني حتى موضوع المسرحيات ملوا منها وربما لم يعد هناك مواد للمسرحيات. فإذا في مرحلة السلم أريد أن أتطرق إلى أمر غاية في الأهمية، ألا وهو المدارس والتعليم، وكيف حولوا التعليم في الشمال السوري وفي إدلب تحديدا إلى تعليم داعشي. ها هي المدارس العامة التي تسمى أحيانا حكومية، هذه المدارس تحول إلى نوعين: إما مدارس خاصة تحال إلى القطاع الخاص، وهناك يجب عليك أن تدفع الكثير، وهذا لا يطيقه إلا الأغنياء، والأغنياء قليل ما هم قلائل جدا. أما المتوسطة، الطبقة المتوسطة والفقيرة، فإنهم مضطرون أن يذهبوا إلى نوع آخر من المدارس. ما هي؟ ألا وهي المسار الثاني، وهي تحويل أيضا كثير من المدارس العلمية إلى مدارس شرعية. إذن المدارس التي كانت تدرس الفيزياء والكيمياء والرياضيات باتت محرمة على الشعب السوري للأسف الشديد، وتحولت إلى مدارس شرعية. وهبت هذه الهبة بعد السويداء. بعد أن هبت السويداء وقدمت شكل سوريا الحقيقي، أصرت مخابرات النظام، ومعه قطر يا جماعة وتركيا، ومعه هاي دائما موجودة، إياكم أن تنسوها. وأصلا سر نجاح الأسد وحلفائه بهذا المخطط هو وجود هذه الأدوات داخل الثورة السورية. إذن هذه المدارس تدرس الشريعة الإسلامية، ليتها كانت شريعة، صدقوني حتى في هذا الأمر ليتها كانت الشريعة المعتادة التي يعرفها كثير من الناس. هي شريعة متطرفة؟ ليتها متطرفة، حتى إنها شريعة مخابراتية. لو دخلتم في دهاليز ما يدرس لقلتم في مرحلة لاحقة سوف تدعشن المنطقة مرة أخرى في موجة جديدة، هذه المرة لكن بشكل آخر، بشكل يبدأ بالسلمية، ليس بالداعش النسخة الأولى التي بدأت بالحرب وبالسكاكين، وإنما بطريقة جديدة الآن تبدأ من المدارس الشرعية. إذن السؤال المطروح الآن: أين النخبة؟ ويا وجعي على هذا السؤال الذي أطرحه دائما. إن كان النخبة الإدلبية، نخبة إدلب، أنا أشهد والله شهادة حق بأن إدلب أكثر محافظة أنتجت مثقفين، أكثر محافظة فيها من المتنورين العدد الكبير، حتى أنه أكثر أصدقائي من المتنورين هم من إدلب على فكرة. لكن أقول: لماذا لم تمارس النخبة السورية بشكل عام؟ لماذا لم تمارس دورها في وقف هذه المؤامرة، في وقف هذه الملعنة؟ بعض النخب طبعا للأسف الشديد زادت الطين بلة وراحت تتهم الشعب السوري بأن شعبنا هكذا. لا يا أخي، شعبنا ليس هكذا. المؤامرة خطيرة جدا، تصدوا لهذه المؤامرة، فعندئذ تنتهي، صدقوني تموت المؤامرة في أرضها. أما النخبة عاكفة على الحديث عن المركزية واللا مركزية، إدارية أو غير إدارية، الفيدرالية والكونفدرالية واللا فيدرالية، للأسف همالة، هذه همالة، هذا تقاعس.
أنت تكذب على المجتمع الدولي عندما تقدم لهم مشروعا بأننا نريدها فيدرالية أو لا فيدرالية أو ما، أنت تكذب عليهم. سيقول لك المجتمع الدولي: أنت تتحدث عن المستقبل، هذا حاضرك، بان بيانك، نحن نراك ماذا فعلت في الشمال السوري، النموذج الذي بشرتم به العالم كله هذا هو موجود. لماذا تقولون سنفعل كذا في المستقبل وأنتم في الحاضر لم تفعلوا أي شيء، وتركتم السواد يلطخ سوريا، وتتفاخرون بالفسيفساء السورية؟ أي فسيفساء؟ كلمة فسيفساء هذا يعني أنك الشارع السوري في أي مكان يجب أن ترى فيه فسيفساء. انظر إلى الشارع السوري في الشمال السوري، إنها كالغرابيب السود. وليغضب الأغبياء الذين يظنون بأن هذا من الشرع في مكان، هذه مؤامرة. إذن أين الفسيفساء؟ إذا الفسيفساء أن تفتخر أن سوريا فيها دروز وعلويين وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك العلويون يقدمون أنفسهم كمدنيين، والدروز يقدمون أنفسهم كمتحضرين، وأنت كسني تقدم نفسك كمتحجر وكأسود. لا تفتخر بالفسيفساء إلا إذا جعلتها أنت في دارك. وهجومي هذا على فكرة على البعض وهم كثر، على جزء من المثقفين لكنهم كثر للأسف الشديد، أينما واجدتهم لا يتكلمون إلا عن مستقبل سوريا ويتركون الحديث عن حاضرها.